السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمكن اليوم أشرف حكيمي من الفوز مع الفريق ديالو باريس سان جيرمان بالنتيجة ديال 5-0 ضد فريق أجاكسيو، كما أن النجم المغربي تمكن من تسجيل الهدف الثاني للفريق وكان قدم أداء ممتاز، إلا أنه تم الطرد ديالو في الدقيقة 77 من المقابلة. وهذا ماشي أول طرد كيتعرض ليه حكيمي، ففي المقابلة اللي قبل اللي لعبها في الدوري الفرنسي أمام لوريان كذلك تم الطرد ديالو في الدقيقة 19، وبهذا كيتعتبر حكيمي ثالث لاعب فريق باريس سان جيرمان اللي كيتم الطرد ديالو في جوج ديال المباريات متابعين. اول لاعب كان دانيال برافو في 1995، ثاني لاعب كان لاعب جيروم ليروي في سنة 2002. وكان التعليق ديال حكيمي على هذا الطرد باللي هذه هي فرنسا. التعليق ديالو على هذا الطرد كيبين باللي انه ما فرحانش بالتواجد ديالو في دولة فرنسا، وباللي كيتعرض لواحد الظلم كبير. فكنلاحظوا باللي حكيمي ولا عصبي بواحد درجة كبيرة. فلما تم الطرد ديالو في المقابلة اللي قبل من ديال اجاكسيو ضد لوريان في دقيقة 19، مدرب الفريق قال باللي هذا طرد غبي، وباللي حكيمي ولا متوتر وعصبي بدون سبب. كما ان بزاف د المصادر كيقولوا بلي اداره باريس سان جيرمان الا جاهم شي عرض زوين في الصيف في اللاعب اشرف حكيمي فهما غادي يقدروا يبيعوه. ومصادر اخرى كتاكد نفس الشيء، وخصوصا بلي انهم بغاو يبعدوه على اللاعب كيليان مبابي، وكيقولوا بلي القرب ديال اشرف حكيمي اللاعب كيليان مبابي كينقص من المستوى ديال كيليان مبابي وما كيخليهش يركز في الاداء ديالو.